مين قتل عروسة بورسعيد؟ ايه قصة فاطمة اللي قلبت السوشيال ميديا ومصر كلها دلوقتي بتتكلم عنها، وكل واحد بيحلل الجريمة على دماغه وحسب هواه؟ لو بدأنا القصة من الأول، القصة بتبدأ في بورسعيد ببنت عمرها 15 سنة و7 شهور بالظبط. اتخطبت لشاب أكبر منها بنفس عمرها تقريبا، اسمه محمود. وفي رمضان كعادة كل المخطوبين، العروسة أو المخطوبة بتروح لخطيبها عشان تفطر معاه. اليوم ده لما راحت هي ووالدتها عشان تفطر مع خطيبها، اتأخرت شوية وما لقيتش مواصلات، فاضطرت إنها تبات. كلمت والدها واستأذنته وقال لها أنا هجيلك الصبح أخدك أنت ووالدتك. ففطروا واتسحروا، ولكن الأب جه فعلا عشان ياخد بنته جثة ميتة في الشقة اللي المفروض تتجوز فيها. ناس اتهمت العريس اللي في البداية أم العروسة كانت مستبعدة تماما من الجريمة، باعتباره بيحبها حب شديد جدا وكان حنين عليها طول فترة خطوبتهم مع بعض. وناس تانية قالت هي شهد، وهي بنت أخت الخطيب أو العريس محمود، وده لأن في كلام اتردد واتقال إن البنت بتغير على خالها جدا، ودخلت مشاكل مع فاطمة الله يرحمها كتير جدا بسبب الغيرة دي. ولكن في النهاية، وفقا لتحقيقات النيابة ووفقا لاعترافات المتهم الرئيسي في هذه الجريمة، لا طلع محمود ولا طلع شهد، دي طلعت دعاء زوجة أخو محمود، واللي عايشة في نفس البيت وعندها من أخو محمود أطفال. رغم ان الموضوع بقى واضح وصريح، والنيابة خلاص يعني عملت تحقيقاتها وبدأت تحيل القضية عشان يتم محاكمة دعاء، إلا ان الناس على السوشيال ميديا مش مقتنعين ان دعاء هي القاتلة، ودايما مدخلين اما محمود او شهد في هذه الجريمة. وطبعا عاوز اقول لكم ان محمود وشهد بقوا ولا نجوم السيما، كل يوم موجودين على صفحة من الصفحات بيعيدوا تكرار الحكاية. ايه اللي حصل لفاطمة، جت ازاي وطلعت فين وعملت ايه، وبيحاولوا يبرئوا نفسهم قدام الرأي العام اللي رافض براءتهم حتى لو خدوها بحكم محكمة، لانهم شاكين فيهم، مش عاجبهم شكلهم وخلاص، فالشك يبقى على طول في الموضوع. طيب انا جاي اقول ايه النهارده مختلف عن اللي بيتقال؟ انا لا معايا شهد ولا معايا محمود، ولكن أنا معايا لقاء مع محامي دعاء، وكمان تصريحات لمحامي فاطمة الله يرحمها. عاوز أقول حاجة قبل ما أبدأ في الموضوع اللي معايا واللي هنحكي فيه تفاصيل كتيرة جدا، زي الاعترافات الجديدة لدعاء اللي ممكن تقلب القضية رأسا على عقب. أهم حاجة شفتها في الساعات اللي فاتت هو إن بعض الصفحات واخدين كلام أبو فاطمة، وطبعا بيقولوا إنه قال إن بنته شافت حاجة غلط فعشان كده اتقتلت، وده كلام ليس له أي أساس من الصحة. لا بنته شافت حاجة غلط ولا حاجة صح ولا هو قال الكلام ده. طبعا الكلام ده بيشير يعني في النهاية إلى إن فاطمة اكتشفت العلاقة السيئة ما بين شهد وخالها، وده طبعا خوض في أعراض بنت، محدش متأكد من أي حاجة تخص الموضوع ده، والراجل نفسه ما قالش الكلام ده. إيه اللي خلاني أتواصل مع المحامي أحمد فوزي محامي دعاء؟ طبعا شفت بوست منتشر على السوشيال ميديا بيتقال فيه ان محامي دعاء قرر الانسحاب من القضيه. قرر الانسحاب ليه يا عم الحاج؟ قال لك عشان المتهمه معترفه وهو هينسحب او هيتنحى زي ما بنسميها. فطبعا تواصلت مع المكتب بتاعه، جبت الرقم من على السوشيال ميديا، وكان اول تصريح ليه اللي موجود في الورقه دي وبقرا لكم منها: لم اعلن انسحابي من القضيه وانا المحامي الوحيد والاصيل لدعاء. ايه ده يا عم الحاج؟ هم المحامين اللي مالين السوشيال ميديا اللي بيقولوا احنا محامين دعاء دول مين؟ واللي هم تنحوا برضه من فتره دول مين؟ قال لك دول محامين متطوعين عاوزين يشاركوا معايا في القضيه وانسحبوا بعد كده. طبعا حوار المحامي التطوعي ده حوار كبير جدا، يعني يكفي اقول لك ان الموضوع مجرد ترند، محامي عايز يبقى ترند فيخش في قضيه، يا اما يبقى محامي الجاني يا اما يبقى محامي المجني عليه. ايه اللي قاله المستشار احمد فوزي حساب؟ قال لك احنا مقدمين طلب جديد للنيابه لاعاده فتح التحقيق في القضيه وفقا لما اعترفت به موكلتي ليا. يعني المستشار قعد مع دعاء وقالت له اعتراف جديد، وطالب ان التحقيق يتم فتحه من تاني. وبالمناسبه هو نفس الطلب اللي طلبه محامي فاطمه الله يرحمها، بان في قصور في التحقيق وعاوزه يتفتح تاني، لانه، ولا هقول لكم قصته بعدين عشان ما نتلخبطش مع بعض. طب ايه الاعتراف يا استاذ احمد اللي قالته دعاء تخليك تطلب اعاده فتح التحقيق؟
طبعا الراجل كان متحفظ جدا عشان مش عاوز يقول معلومة تفيد خصم في القضية فتبوظ عليه قصته، ولكن قال ان المعلومة اللي قالتها دعاء ان مش هي اللي قتلت، وفي شخص مستفيد اخر هو اللي ارتكب الجريمة ودخل او طلع الشقة بطريقة غامضة، ومش شهد ومش محمود. يعني اعتراف دعاء لمحاميها برأ شهد اللي الناس كلها بتهاجمها بتخبط فيها، وبرأ محمود، واختار شخص ثالث مستفيد. هو ما قالش هو مين، ولكن الحدق يفهم مين المستفيد في الشقة اللي في البيت بتاع محمود، يا هو يا اخوه. فالكلام انتوا عارفين كده رايح فين. المحامي كمان أكد في كلامه إن فعلا الدعوة أو القضية أحيلت بقانون 234، وهو قتل دون عمد أو دون ترصد، وعقوبته المؤبد وممكن أقل، وده سبب غضب محامي فاطمة. ومن المفاجآت اللي كشفها المحامي كمان حاجة غريبة جدا، إن زوج فاطمة اللي هو أخو محمود ومحمود وشهد والعيلة اللي كانت عايشة معاهم ما زاروهاش ولا مرة من ساعة ما اتحبست، وكمان ما قوملوهاش محامي، وكأنهم عاوزين يلبسوها القضية، وإن المحامي اللي جايبه هم أهل دعاء نفسهم. احنا بنمشي في التصريحات واحده واحده كده عشان ما ننساش حاجه. المعلومه المهمه كمان اللي قالها الاستاذ مشرف احمد فوزي حساب، ان كل اللقاءات اللي عملها محمود وشهد هو حولها الى فلاشه عشان هيستخدمها في هذه القضيه لاثبات حاجات. يعني اللقاءات اللي ماليه الدنيا دي والناس اللي بتعمل لقاءات وهم لا صحفيين ولا اعلاميين، كل اللقاءات دي متجمعه في فلاشه ومحامي بيدرسها تمهيدا لتقديمها للنيابه والقضاء. اتكلم شويه عن تقرير الطب الشرعي، وقال ان دعاء وزنها كلها على بعضها 47 كيلو، ازاي تسحب فاطمه اللي باعتراف والدتها اكيله وجسمها مليان وتقيل. وقال كمان انه عرف ان حصل فيه اغماء قبل الوفاه، وهو بيحاول يعني يوصل الرساله اللي ان دعاء ما تقدرش على فاطمه. طبعا انا عندي وجهه نظر هنا قبل ما هروح للمحامي الاخر، الاستاذ نياظي محامي فاطمه الله يرحمها، هو ان زي ما احنا بنشوف في واحد بيبقى مليان جدا وواحد رفيع قد كده، الرفيع ده بيموت التخين او المليان، وبيقول له يا ابني مش بالجسم ده بالعصب. يعني فكره القدره على الضرب مش قايمه على الوزن، هي قايمه على العصب والقلب. نقطه مهمه جدا مفجرها برضو المستشار احمد فوزي حساب، ويمكن بتدعم الاعتراف بتاع دعاء، ركن المصلحه. ايه ركن المصلحه ده؟ المستشار احمد فوزي حساب بيقول لك ايه، فاطمه عمرها 15 سنه و7 شهور، يعني عشان تتجوز محمود بورق رسمي قدامها سنتين و3 شهور، ملهاش دلوقتي مصلحه في هذه الشقه اللي على الطوب الاحمر عشان تعمل عليها خناقه. خدوا بالكم من الكلام. طب دعاء قد يكون لها مصلحة، بس هل دعاء هي المالكة في هذا البيت؟ يعني هي اللي مالكة أوراق الشقة؟ هل الشقة بتاعتها بتاع جوزها مكتوبة باسمها؟ لا. طب لو هي غيرت الشقة بتاعتها بشقة فاطمة كانت هتغير باسمها؟ لا. فإذا ينتفي ركن مصلحة دعاء من فاطمة. طبعا انتوا عارفين او اللي اتقال ان الخناقة قامت عشان دعاء عاوزة الشقة بتاعت فاطمة عشان عيالها كبروا والشقة بتاعتهم صغيرة، واتقال تاني ان فاطمة شتمت دعاء وقالت لها انت بيتك معفن وولادك معفنين وريحتك معفنة، وكلام كتير يعني محدش عارف عنه حاجة، لان في الاول والاخر الجريمة كلها حصلت ما بين شخص وشخص، شخص في السجن وشخص ميت، محدش هيعرف حاجة غير الاتنين دول. فبيقول المستشار احمد فوزي حساب ان مفيش ركن مصلحة يخلي دعاء تقتل فاطمة لانها مش مستفيدة، وكمان فاطمة ملهاش اي مبرر انها تخش في خناقه، لان لسه قدامها سنتين وثلاث شهور، مين يعيش ومين يستحمل ومين يستمر في علاقه لمده سنتين وثلاث شهور، واحنا عارفين الفسخ بيبقى كتير جدا. من الحاجات اللي بيعتمد عليها المحامي احمد فوزي حساب محمد دعاء هي تصريحات وشهاده والده فاطمه، اللي كانت دايما بتتكلم عن وجود خلاف بينها وبين شهد، واللي قالت في اول الكلام ان هي نزلت مع شهد بنتها الساعه 8 الصبح، وبعد كده بنتها ما رجعتش ورجعت شهد، ولما اتسالت شهد قالت ان بطه جوه نايمه، واتفاجئوا بعد كده ان الجريمه حصلت. انا هقول لكم المستشار احمد فوزي حساب قال لي ايه نصا في الحته دي كمان. قال انا موكلتي قالت لي اعتراف، ووالده فاطمه لديها اعتراف، ويوجد دليل فني في النيابه. لو اعتراف موكلتي توافق مع اعتراف والدة فاطمة أو شهادة والدة فاطمة مع الدليل الفني، أنا مستمر في القضية لما لا نهاية. لو ما حصلش التوافق ده يبقى موكلتي بتكذب عليا وأنا بره الموضوع. عاوز أقول لكم إن المستشار قال كمان إن دعاء فشلت في تمثيل الجريمة، ما عرفتش تعيد على الشرطة تمثيل الجريمة. عاوز أقول كمان إن المحامي نفى قصة إن دعاء مريضة نفسيا، فاستفسر إزاي مريضة نفسيا وزوجها عايش معاها كل المدة دي،
واهل جوزها عايشين معاها كل المده دي. ولكن برضو مش عايز انسى هنا كلام شاهد لما قالت انها ما تعرفش دعاء رغم ان عايشه معاهم من سنين، او ما اتعاملتش معاه كتير، لان دعاء اولا منتقبه وما بتتكلمش، يعني ما كانتش عندها فكره الكلام مع الناس، وقد يكون هذا بسبب اضطراب نفسي الله اعلم، وقد يكون لا. وبالمناسبه اي صوره منتشره للدعاء هي مش صوره دعاء، لان دعاء منتقبه وملهاش غير صوره واحده، صورتها في ليله فرحها. خدوا بالكم برضو المحامي ما نفاش فكره انها ممكن تكون عندها اضطراب نفسي، ولانه كمان بيشكك في فكره الاعتراف بتاعها الاولاني، بيقول هي اتقبض عليها يوم الاحد وازاي اعترفت يوم الخميس، فهو عنده تشكيك في الاعتراف ومدى ازاي تم الحصول عليه بالشكل ده. ولكن هو واثق في جهات التحقيق انها هتعيد التحقيق او هتسمح له لما يكون الموضوع في القضيه او قدام المحكمه انه يترافع عنها ويقول كل اللي عاوز يقوله. من الحاجات اللي برضو اللي بيتكلم فيها ان فاطمه ما صدرش عنها اي استغاثه، ما صوتتش، فهو بيقول ان فاطمه حد مسك بقها فمنعها انها تصرخ، وحد موتها. فهو عايز يقول يعني ان قد يكون هناك متهم اخر مع دعاء، او قد يكون هناك شخص اخر هو اللي ارتكب الجريمه. ولكن هو نفسه المستشار احمد فوزي قال ان في اغماء حصلت قبل الوفاه، وارد ان تكون اتخبطت خبطه فاغمى عليها فما استغاثتش، الله اعلم. احنا برضو بنقول رايه او تصريحاته الحصريه للصحفي احمد الجدي. اخر حاجه قال ان هو عيلة دعاء بيتعرض عليها لقاءات كتير على السوشيال ميديا ولقاءات كتير في القنوات التلفزيونيه عشان يظهروا، ولكن هم رافضين الظهور لحد ما تنتهي تحقيقات النيابه العامه المصريه. مجمل ما قاله المستشار احمد فوزي حساب انه يريد اعاده فتح التحقيق، ان محامي فاطمه كمان عاوز يعيد فتح التحقيق. طب ليه عاوز المستشار نيازي ابراهيم اعاده فتح التحقيق الخاص بمقتل عروس بورسعيد فاطمه؟ تعالوا نشوف هو قال ايه وانا بجيب لكم دلوقتي. هو الراجل بيقول ان النيابه الجزئيه احالت القضيه بماده 230. الماده دي هي جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، وتكون عقوبه الدعاء فيها الاعدام شوقا. لما النيابه الجزئيه احالت القضيه للنيابه الكليه في تغيير في الوصف، في القيد والوصف، النيابه الكليه احالت القضيه الى بقى محكمه الاستئناف بالبند او الماده 234، وهو القتل دون عمد او ترصد، ودي عقوبه زي ما قلت لكم فيها المؤبد، زي ما اكد المستشار احمد فوزي حساب. استاذ نيازي قال كمان ان كان في خلاف داخل النيابه، هل الجريمه او القتل حصل بشكل مفاجئ بسبب خلاف مفاجئ، ولا حصل استدراج لفاطمه عشان تطلع شقتها او الشقه اللي هتتجوز فيها ويتم قتلها؟ لان لو ده حصل فدي تبقى جريمه خطف مقترنه بجريمه قتل، وهنا برضو دعاء تاخد اعدام. فعشان كده هو مصر ان يتم اعاده فتح التحقيق لتعديل القيد والوصف عشان حق موكلته يجي. على فكره المستشار نيازي مش محبذ للراي اللي بيقول ان دعاء ضعيفه وفاطمه قويه فازاي دي تعمل ده. فهو بيقول لك ان انت ممكن تاخد واحد على سهوه بتفقده نقاط قوته، وكمان بيقول ان زي ما انا بقول لك العمليه مش بالتخن والرفع ولا بالوزن، العمليه بفكره العصب زي ما احنا بنقول. ده كل ما يدار عن قصه فاطمه. في تقرير للطب الشرعي ظهر، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات، بيحكي التفاصيل عشان اللي عايز يعرف. اللي انا اتمناه من اهل فاطمه اللي برضو ظهروا كتير جدا على السوشيال ميديا، واهل محمود العريس اللي ظهروا كتير جدا على السوشيال ميديا، ارحموا المتوفي، اتركوا النيابه تعمل عشان حق فاطمه يرجع، بعيدا عن الشوشره اللي ملهاش لازمه اللي انتوا بتعملوها، لان البنت خلاص ما بين ايد ربنا، والمرتكبه للفعل ما بين ايدين النيابه وقريبا امام القضاء. فاللي انتوا بتعملوه ما بقاش ليه لزوم غير ان انتوا يعني البنت بتخلوا الناس تحكي وتحكي 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 في مواضيع هتأذي كل اللي بيشاركوا فيها. يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد ان شاء الله مع الصحفي احمد الجدي.